اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. بما انه قربت المدارس هلا لازم نعمل اكلات نفرزها مشان اولادنا ومشان السرعه، خاصه اذا كنتم موظفين. انا عندي هون صدر دجاج، قطعه صدر دجاج وحده. بدي استعمل معلقه كبيره من البقسماط او الكعك. عنا ثوم وبصل بودره، يعني رشه خفيفه. هون 7 بهارات، فلفل اسود كمان رشه خفيفه. وبدي خيط من الزيت، معلقة صغيرة من الزيت، لأنه صدر الدجاج ما فيه دهن حتى يعطيه طراوة بالأكل. خليهم محضرة الطعام كلهم مع بعض وبنطحنهم. بعد ما طحنتها بمحضرة الطعام طلعت معي عجينة طرية بهالشكل. خليت لها هلا ملح. هلا رح اشكلها بالطريقة اللي بدكم اياها، فيكم تعملوها انتم. انا بحب اعملها بهاي الطريقة. تابعوا معي الفيديو للاخر ورح تذوقوا اطيب سكالوب دجاج. هون خليت 4 معالق من الدقيق ومعلقتين نشا وبابريكا فلفل اسود، وهون بيضتين سخقتهم، وهون عنا بقسماط نطحن. هلا بدنا نغمس كل قطعة دجاج بالطحين، بعدين بالبيض، وبعدين بالبقسماط حتى نجهزها للتفريز او للقلي بهالشكل. هون انا كنت مفرزه شوي قبل، رح نقليهم مثل ما قلت لكم. فينا نفرزهم لمده 6 شهور، وكأنه معمولين هلا فريش بيكونوا بس نقليهم. طعمه ولا اطيب وقرمشه غير شكل. بدنا نقلبهم. كل وجه بياخذ معنا قلي تقريبا دقيقتين، بس يصير لونهم ذهبي بهاي الشكل بدنا نشيلهم جاهزين للاكل. وهيك طلع عنا اطيب سكالوب جاهز بالبيت. ان شاء الله صحة وهنا. شوفوا قوامه. عشان اخبركم عن الريحة والطعمة، جربوها وما رح تندموا. وما تنسوا لايك شير سبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد من قناتنا. See you فيديو جديد. باي باي.